السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هنبدأ معاكم سلسلة فيديوهات عن زراعة بنجر السكر في مصر والعالم العربي. وموضوعنا النهاردة عن تجهيز الأرض لزراعة البنجر وميعاد الزراعة وكمية التجاول للفدان. طبعا قبل ما نتكلم في أي حاجة ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتعملوا لايك. طبعا كل عام وانتم بخير. معظمنا بدأ وهيبدأ في تجهيز الأرض لزراعة البنجر. طبعا اللي كان زارع بطيخ، اللي كان زارع مثلا برسيم، اللي ساب الأرض بايرة لحد ما زراعة البنجر. في ناس دلوقتي بتسيبها من ما بعد الغلة مثلا بتسيبها فاضية مثلا عشان ايه، ما بتزرعهاش أي حاجة ولا بتاع، وبتسيبها تحرطها وتسيبها فيها خالص وتطفيها وكلام من ده لحد زراعة البنجر. طيب المهم اول حاجه هنتكلم فيها تجهيز الارض البن. التجهيز ده عباره عن حاره الارض. طبعا واحد الارض وشين سكينتين متعامدين، يعني واحده مثلا واحده افق وواحده عرضي، ماشي، يعني واحده طول وواحده عرض، فرد وتاني. وتسيب الارض بعد الحاره الاولى 3 ايام او 4 ايام، وبعد كده تحرث الحاره التانية. ويفضل بالمحرات اللي هو الكبير بتاع الجرار الكبير ده، اللي هو السلاح بتاعه كبير. وبرضه بين الحرثة والتانية تسيبها 4، وبعد كده تجيب الليزر برضه وتخليه ينعم الأرض ويخليها مستوية خالص، خليها ناعمة زي ما انتم شايفينها قدامكم كده. الأرض مستوية، جبنا الجرار الليزر عملها وسواها تمام. بعد كده برضو بتسيبها مستوية مثلا 3 4 أيام، وبعد كده بتخطط الأرض برضو زي ما انتوا هتشوفوها إن شاء الله في الفيديو قدامكم كده برضو. وبعدها ب4 أيام برضو بتقوم بتخطيط الأرض بمعدل 12 إلى 14 خط في القصبتين تمام. وبعد كده بتقسم الارض لشرايح بالجوني والبتون، وبنقول او بالبتون ديت يعني بنقول عليه الحمار. وعرض الشريحه يعني طول الشريحه لا يزيد عن 10 متر، يعني كل شريحه مثلا ما يزيدش عن 10 متر، عشان الارض ما تشبعش منك ميه، عشان الميه ممكن كتر الميه بيعمل عفن في الجذور في البنجر والكلام ده، فهو زرع حساسه اصلا في الميه. وطبعا يفضل الزراعة في خطوط علشان عمليات الخدمة والعزيج ونجاوة الحشائش. وفي ناس ممكن تزرع مصاطب، والمصاطب بتعمل من 8 ل 9 مصاطب في الايه، في القصبتين. يعني الخطوط من 12 ل 14 خط في القصبتين. واللهم صل على النبي، في المصاطب من 8 ل 9 مسطبة، من 8 مصاطب ل 9 مصاطب في القصبتين. طيب سؤال هنا، احنا ليه بنكلف نفسنا وبنجيب الليزر ونسوي الارض وكل الحاجات دي؟ طب ما انا ممكن احرطك دوت واجي مخطط ومربك ورحمته وخلاص، يعني ليه الكلفه دي كلها؟ طيب هقول لك يا سيدي، صلى على النبي. لو الارض مش مستويه وانت خططت وزرعت الارض وتمام، بس وانت واثناء الري ممكن، وبعد كده وانت بتروي خلاص انت زرعته وتمام التمام اهوت، خططت وتمام التمام، رويت بقى تمام. ممكن يكون في بقع ممكن تروي، هتلاقي في حته واطيه حته عاليه، هتلاقي في ايه، هتلاقي مثلا حته واطيه كده هتشرب منك ميه كتير طبعا في الحاله ديت وانت زارع طبعا. البنجر ممكن يطلع فيها ضعيف ومتجزم والكلام ده. طب وليه نوصلوا للمرحله ديت؟ لا احنا نخطط ونساوي الارض. وحاليا الشركه بتشيل مصاريف الحرث والتسويه. شركه يعني تقريبا الشركه حاطه 400 جنيه لكلفه التسويه للفدان. يعني بتحرط يعني ليك 400 جنيه حارت ما، بس انت حابب تزود لارضك مفيش مشكله، بس الشركه حاطه 400 جنيه تسويه وحارت وتجهيز وكلام من ده. بعد التخطيط وعملنا خطوط تعتبر جاهزه للزراعه، والحابب ترش حاجه للحشائش معاك ستوم بشركه باسف وهارنس. ده الرش بيكون قبل الري، يعني بقى قبل الري، وبمعدلات حسب المساحه المنزرعه. يعني انت حسب المساحه، فدان نص فدان بتاخد معدلات، بتروح راجل دلوقتي تقول انا عايز مثلا باسف او اسمه ستوم بتاع شركه باسف او هارنس، يقول عايز معدل مثلا نص فدان، كيلو، ربع فدان، فدان كده يعني. بس انا لو عايز تاخد براي بلاش انك تاخد ترش حاجه للحشائش، عشان البنجر ده محصول حساس جدا، واحيانا مبيد الحشائش بيأثر عليه. فانت ممكن تجيب شويه انفار وتنجمها وانت تتسلى في الارض كده وتك تك تك وتنجيها وبتاع وتريح دماغك خلاص. طيب اخر حاجه هتعملها في تجهيز الارض هتحط ايه يا باشا؟ ما خلاص خلصنا موضوع الحشاش. اخر حاجه بقى هتحط تجهيز الارض. هنحط 4 شكاير سوبر فوسفات محبب للارض قبل الري. وان شاء الله برضه هعمل لكم فيديو عن تسميد البنجر من الزراعه حتى الحصاد في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. تاني حاجه في موضوعنا ميعاد زراعه البنجر. تبدأ زراعة البنجر في مصر من أول شهر أغسطس وحتى نهاية شهر نوفمبر، والأفضل لزراعة البنجر النصف الأول من شهر 9.
ولو انت زرعت في شهر 8 وفي ناس حاليا بدأت حاليا تزرع في شهر 8، لابد ان تاخد بالك كويس من وجود ورق القطن، عشان الجو حار والبنجر عرضة لسبب وجود ورق القطن التي تهاجم بذرات بنجر السكر. وبرضه مقاومة الحفار وجود القرد. تالت حاجة معانا كمية تجاول الفدان وطريقة الزراعة. معدل الفدان من 3 إلى 4 كيلو للفدان من تجاول البنجر. طيب انت ازاي هتزرع البنجر؟ زراعة البنجر بتكون في جور، بين كل جورة وجورة حوالي 20 سنتي، وعلى عمق من 1 إلى 2 سنتي، ويوضع في الجورة حبتين أو 3 يعني تقريبا، يعني مش شرط يعني نمسك حبتين أو 3 يعني. وتكون الزراعة في الثلث يعني في التلت العلوي بتاع الخط، يعني انت بتلاقيها بالتلت العلوي، مش في الشارب والكلام ده، لا فوق شوية. ويفضل يعني هي لما ما بتجيبش في النص الخط، لا بتلاقي يعني أقل من النص، حاجات بسيطة تحت النص بشوية. وفي ناس بتزرعها في نص الخط مفيش مشكله، بتعدي يعني وبتبقى تمام. ويفضل الزراعه برضو من الناحيه البحريه من الخط او الناحيه الغربيه حسب اتجاه الخطوط. يعني انت مثلا عامل الخطوط بتاعتك بحر جبلي، هتزرع الناحيه البحريه. عاملها مغرب مشرق، هتزرع الناحيه الغربيه. تمام. والفلاحين فاهمين حته البحريه والجبليه والشرقيه والغربيه دي حسب اتجاه الخطوط. ليه بقى بنزرع كده في البحريه او الغربيه؟ عشان بذرات البنجر دي لا تتعرض لأشعة الشمس. وطبعا أشعة الشمس اليومين دولت محرقة، مش شديدة، ده محرقة، محدش مستحمل الحر يعني. طبعا ري الزراعة لازم تملى الأرض مية، بص يعني تعجرها مية زي ما بنقول، يعني تعجرها مية وتخلي الخطوط كلها متغطية من المية تماما تمام، عشان تضمن تمام الانبات. وبعد كده هتغسل على البنجر بعدها من 5 ل7 ايام، يعني ممكن بعد من 5 ايام ل7 ايام. في الجو الحار ده ممكن تغسل على 5 ايام بس، ري على الحامي كده وتصرف وتصفي الميه بسرعه من بالارض. اخر حاجه هتكلم فيها طبعا النهارده، خلي بالك قوي من دوز ورق القطن، وممكن ترش وقايه عشان تحمي البنجر منها. واعمل كمان طعم سم للحفار. ودول القرد عباره عن مثلا ملاسيون زي 15 كيلو رده، زي 2 كيلو عسل وخميره، وجهز وابدر على حواف الارض وفي الجني وفي البتون وفي قلب الخطوط. وممكن تعمل 2 كيلو ملاسي، او تحط 2 كيلو ملاسي او فردان مع رات الشراج وتريح دماغك. تمام. احنا كده يعني خلصنا الفيديو بتاع النهارده ووصلنا لنهايه الفيديو. انتظرونا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. لو عجبك الفيديو اعمل له مشاركه عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من اخواتنا الفلاحين والمهتمين بزراعه البنجر في مصر والعالم العربي. اخر حاجه، لو ما عملتش لسه لايك اعمل لنا لايك. تمام. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.